فريق الهلال السعودي شد ريال مدريد قراها كره ديال بصح. الميطه الاولى زمت الريال مزيان، الميطه الثانيه ما خلات الريال ما دارت والو. شوف الا كنتي برصاوي اجا خويا معايا نضحكوا شويه على الريال على هذا الشيء اللي داروا هذا الماتش اللي لعبوا اليوم ضد الهلال. ما تنساش دير معاك واحد لايك وخلينا نبداو الفيديو. يلا اخر مره كنعقل على الريال لعبه ضد الهلال كان واقيلا كاس العالم وتلعب هنا في المغرب. الريال حرفيا شدت الهلال مرمداتها تعدات عليها ديال بصح. وهذه الصوره اللي بقات عندي في دماغي وهذا الشيء اللي كنت كنتخيل اليوم الريال مدرب جديد لعابه جداد. كنت كنتخيلها انها غادي تشارك الهلال بهذا الشيء هذا طحنها. ولكن اخويا المفاجاه ان الهلال شدت الريال قراتها التكتيك. انا ما رديتش البال بلي راه عندها المدرب صاحبي انزاغي، ما سحابنيش هكا صاحبي. راه المدرب هذا حرفيا شد الفرقه ردا ناضيه، شد الريال. الميطه الاولى ما نهضرش عليها انا كاع نهائيا. الميطه الثانيه شفنا ان الريال تحركت شويه ومع ذلك الهلال كان قوي صاحبي وكانوا عنده واحد الثنائيات حلوين. كانت ناقصاهم داك الفينيسيو، كاين شويه ديال الحظ. كان ربما الصاد حتى هو عامل وميريكان راكم عارفين الاجواء اللي فيها كيفاش دايره. ولكن برافو للهلال الصراحه. من غير هذا الشيء خصنا ضروري نهضروا على السبع ديالنا، السبع بونو. شوف بونو ابدعت يا اخي، والله اخويا لا ابدعت. انا فخور بك، فخور انك حارس ديال المنتخب المغربي. هذيك البيلانتي اللي جبتي بالرجوله عجبتيني بزاف، لحقاش قلبي بدا يضرب. قلت فو الريال غادي تربح وانا راك عارفني اخويا ما باغيهاش تربح. هذه بيني وبين ما سمعتونيش. المهم اخويا بونو فاش جبتي عرفتي تمنيت كون شافك فليك وجابك للبارسا. وحق ربي الا تمنيتك اخويا كون شافك فليك يجيبك للبارسا باي طريقه. تبقى تمتنا الرياليين بحال هكا. المهم اخوتي برافو للهلال وتحيه للبارسا وتهلاو.